بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم بريب 3. النهارده هنحل الهومورك الاسبوع العاشر. بسم الله. اول سؤال: controlled industrial nuclear reactions are used for dots purposes while uncontrolled ones are used for dots purposes. معنى السؤال بيقول لك انا عندي في الارتفيشال راديو اكتيفيتي كان عندي تو تايبس، كان بي كنترولد اقدر ان انا اتحكم فيها، وفي عندي جزء تاني كانت بي كنترولد. هو بيسألك الكنترول يوزد في ايه والانكنترولد بتستخدم في ايه. طبعا الكنترولد كنت بستخدمها في سيف يوزز او بنقول عليها بيسفول يوزز، اما التانية كانت ميليتري يوزز او بنقول عليها اغراض حربية. السؤال رقم 2: The nuclear radiation is used to eliminate. كلمة eliminate يعني get rid of، هتخلص منه أو remove dots and improve some plants dots. طبعا دي كانت عندنا في البيسفul uses في الagricultural field أو في الأغراض الزراعية. to eliminate pests اللي هي عبارة عن الآفات الزراعية and improve some plants races أو بنقول عليها بعض الأنواع النباتية أو المحاصيل النباتية. السؤال رقم 3: The nuclear energy is used in the dots and dots exploration. أنا عارف من ال peaceful uses بتاعة النيوكلير انرجي أنا عندي space exploration اللي هي عبارة عن استكشاف الفضاء، وبيعمل دريننج فيلد أو التنقيب عن البتروليوم and underground water. فهنا السؤال مفتوح، ممكن أكتب أي حاجة أنا عايزها، فممكن أقول له إن nuclear energy is used in drilling field اللي هو التنقيب and space exploration. Number 4: sources of radioactive pollution are divided into two types. عندك 2 مصادر للراديوactive pollution منقسمين طبعا لناتشورال يعني مصادر طبيعية، ومصادر تانية بتكون صناعية أو بنقول عليها artificial sources. يبقى أول بوينت هنكتبها تبقى natural، والبارت التاني هيبقى artificial. السؤال رقم 5: exposure to large doses of radiation، يعني لو تعرضنا لجرعة كبيرة من الراديشن أو الإشعاع destroy البون مارو اللي هو نخاع العظم، وإيه كمان وفي الآخر خالص the central nervous system. أكيد طبعا كان بيعمل دامج للبون مارو. بعد كده في عندنا الدايجستيف سيستم، وكمان معانا السبلين اللي هو الطحال. السؤال رقم 6: exposure to small doses of radiation for several months leads to appearance of dots and cellular effect. السؤال ده عكس اللي فوق. هنا هنتعرض لسمول دوزز اوف راديشن يعني جرعات صغيره من الراديشن او الاشعاع بس لشهور عديده، هيؤدي لايه؟ احنا قلنا عندنا 3 افكت: فيزيكال، جينيتك، سيلولر. هو كاتب لي السيلولر يبقى انا هكتب له الفيزيكال، فيزيكال افكتس، ومين كمان؟ جينيتك افكتس، واخر واحده هو كاتبها لي هتبقى cellular effect. السؤال رقم 7: An example of cellular effect of radiation is the change the chemical composition of dots making it unable to carry dots to all the cells of the body. طبعا نفتكر السيلولار effect ان انا بعمل change في السيل composition and leading to destroying the cell، يعني ممكن في الاخر تحطم السيل كلها. طيب كان الاكزامبل اللي عندنا ايه؟ لو انا عملت changing في الكومبوزيشن او الكيميكال كومبوزيشن اوف ذا هيموجلوبين، تمام، هيبقى incapable او ان عندوش الابيليتي تو كاري اوكسجين. فهنا هنقول لو انا حصل عندي chemical composition in hemoglobin هيحصل ايه؟ زي ما قلنا can't او ما عندوش الابيليتي to carry what to carry oxygen to all the body cells. السؤال رقم 8: The radioactive waste should be buried far away from dots stream and from area exposed to dots. بيكلمك على الويست او الفضلات بتاعه الراديو اكتيف، لازم buried away from ايه؟ لازم تدفنها بعيدة عن مين؟ طبعا من الدرس بتاعنا كنا بنحفظها عن الاندر جراوند ووتر ستريم، يبقى انا هكتب اندر جراوند ووتر، هو كاتب لي ستريم. and نخلي بالنا from the area exposed to لازم المنطقة تكون steady
او تكون ستيبل ثابته، ولازم تكون بعيده عن الايرثكويكس والفولكينوس، بعيده عن الزلازل والبراكين، علشان ما يحصليش سبريدنج لاي راديو اكتيف ويست من مكان للتاني. فهنقول مع بعض away او exposed to earthquakes الزلازل زي ما قلنا and volcanoes. السؤال التاني write the scientific term. The chemical composition of blood hemoglobin changes and make it unable to carry oxygen to all the body cells. حصل زي ما قلنا هنغير في تركيب الهيموجلوبين بتاع البلود ومش هيقدر شايل الايه الاكسجين. ده كان اي نوع من الافكتس؟ طبعا ده كان السيلولر افكت. السؤال رقم 2 في write the scientific term. The discovery of the emission of invisible rays from uranium which had the ability to penetrate the solid materials. طبعا دي الراديو اكتيفيتي فينومينا. هو بيسألك على اللي عمل لها discovery، اللي عمل راديو activity was discovered by زي ما احنا عارفين French scientist، كان عالم فرنسي كان اسمه هنري بيكوريل. يبقى انا هنا اللي اكتشف الراديو اكتيفيتي فينومينا ان بتعمل penetration للسوليد اوبجكتس هنقول مع بعض هنري بيكوريل. Write scientific term number 3. Chips used in manufacture of computer components and integrated circuits in the electric devices. بيسألك عن الشرائح أو الشيبس اللي بتستخدم فيه كل الكمبيوتر بروسيسور والبروجرامينج electric circuits. ده كان مين؟ ده كان عبارة عن industrial field بتاع الراديو اكتيفيتي أو النيوكلير انرجي. طيب مين الشيبس ديت؟ هنقول عليها سيليكون شيتس. رقم 4. A nuclear reactor exploded on April 26, 1986. يا ترى اسم المفاعل اللي انفجر في أبريل يوم 26 أبريل سنة 1986. طبعا ده كان الراشن رياكتور أو المفاعل النووي الروسي اللي كان اسمه إيه؟ تشيرنوبل. يبقى تشيرنوبل ده هنقول عليه كده أو ده اسم المنطقة بتاعته، فتسمت اسم الرياكتور باسمه، فهنقوله رياكتور أوف مين؟ أوف تشيرنوبل. الأسئلة اللي بعد كده كلها give reason for. number 1. the radioactivity has both natural and artificial sources. زي بالظبط لو جيت قلت لك compare between الناتشورال sources والartificial sources بتاعت الراديو اكتيفيتي pollution، فعايز يسألني عليهم. فهنفتكر مع بعض الإجابة. الناتشورال ريسورسز they are represented by natural radioactive materials that found in earth surface. يعني عبارة عن مجموعة الماتيريالز أو الإليمنتس اللي موجودين على سطح الكرة الأرضية طبيعيا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم. طيب الارتفيشال ريسورسز كانت زي مين؟ كان بتحصل عن طريق takes place due to حاجتين، مين ومين؟ explosion of nuclear bombs إننا انفجر القنابل النووية that in some countries and do some experiment from time to time. طيب ايه كمان؟ هنقوله عن طريق النيوكلير رياكتورز. ممكن ازود كمان في الناتشورال هقول الكوزماتيك او الكوزميك راديشن، يعني بنقول عليها الاشعه الكونيه اللي جايه لك من الاوتر سبيس او نقول عليه ايه؟ الفضاء الخارجي. يبقى كوزميك راديشن that come from جاي لك منين الكوزميك راديشنز ديت؟ from the outer space. السؤال التاني some elements are called radioactive elements. السؤال التاني بيقول some elements are called radioactive elements. الإجابة هقوله because whose atoms nuclei contain a number of neutrons more than the number required for its stability. يعني عشان أقول على الإليمنت اللي قدامي إن هو راديو أكتيف لازم جوه النيوكليس بتاعته بيبقى فيه عدد كبير جدا من النيوترونز هو مش محتاجها، أكتر من العدد اللي هو محتاجه للاستابيليتي أو للثبات بتاعه. السؤال رقم 3. The nuclei of stable element hold together despite
the repulsion forces within them. على الرغم ان في repulsion forces between البروتونز مع بعض لانه كلهم بوزيتيف، فانا عارف بوزيتيف مع بوزيتيف هيعمل لي repulsion. طيب ازاي النيوكليوس بتاعت الستيبل element زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم ازاي عامله هولدنج مع بعض؟ تعال نقرا الاجابه سوا. هقول له due to the presence of nuclear binding forces that are originated inside the nucleus. احنا قلنا في عندنا قوة ترابط جوه النيوكليوس بتتغلب او بتعمل overcoming على الريبulsion force اللي بتحصل between البروتونز. فالإجابة هتكون عندي due to the presence of nuclear binding forces that are originated inside the nucleus. السؤال رقم 4. The element cesium undergoes spontaneous transformation. ليه دايما السيزيوم عمال يطلع لك في radiations وبيتحول من وقت للتاني؟ طبعا احنا عارفين الإجابة ان الاتومز او النيوكليس بتاعت الاتوم بتاعته برضو نفس الكلام contains a number of neutrons more than the number needed او required for its stability. الإجابة because its atoms nucleus contains a number of neutrons more than the number required for its stability. آخر سؤال عندنا في الجيف ريزن. The nuclei of radioactive atoms tend to spontaneous emit invisible radiation. لوحدها بتبتدي تلقائيا تطلع لك invisible radiations يعني أشعة بتكون غير مرئية. الإجابة ببساطة to achieve more stable composition. لما بتبتدي تطلع invisible radiations زي الألفا والبيتا والجاما ريز بتبتدي تبقى stable، فالإجابة عندي هتبقى to achieve more stable composition. كده وصلنا لنهاية الفيديو، أشوفكم إن شاء الله على فيديو جديد بإذن الله.